السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى نلقاكم بصحة جيدة ولا فيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة. الوصفة اليوم غنديرو العدس، بيزات ديال العدس كيجيو رائعين وصحيين. الناس اللي عندهم مرض السكر ما بياكلوش السكريات، يعني الوصفة صحية. عندي الكاس كوزين ديال قياس العنبة 150 غرام. درت الكاس الاول، الكاس الثاني، هذا الثالث، هذا قياس الثالث. درت فيها 3 الكيسان. دابا غنضيفوا لها الماء باش نغسلوها من الغبره، ما تبقاش فيها الغبره اللي فيه شي حاجه. هانتوما دابا غادي نسقيوها يا بنات. لاول مره كنت مطبخ ديال الفسيته على الجرس، دير لايك، فضلا ليس امران، واللي مشتركش في القناه يشترك، فضلا ليس امران، وشكرا لكم. الناس الجداد اللي دخلوا عندي مرحبا بكم والف مرحبا. دابا انا صفيتها، دابا ضفت لها مره ثانيه الماء، وغادي نخليها حتى 4 السوايع. خليتها 4 السوايع، ولا بغيتو ديروها هكا بالليل ديروها هكا في تبات هكا في الليل كتفزك، يعني مزيانه. دابا صفيتها، راه تبارك الله ملي كتطلق راه تبارك الله كترجع كميه بزايد. اللي بغيتو ديروا لها بحال دابا ديروا 2 كيسان، ديروا 2 كيسان. انا درت بزايد. صوبت هاد الوصفه صوبتها بالعشيه الفطور هكا، واللي بقى لي خبعته هكا في الكونجيلاتور. باش نبغيهم نخرجهم ونطلقوا ونسخنهم وناخذ منهم. راهم تيبقاو بحالي عاد صوبناهم. ها الماء اللي صفيت منها. عندي هنا 4 كاس ديال الماء. عندي المونينيكس، الا عندكم الهاشوار صوبوها في الهاشوار احسن، حيت انا المونيكس عذبتني شويه. المونيكس عندي شويه ناقصه، ماشي مجهده بزاف، ماشي مركه مزيانه اللي كتكون مجهده يعني دي شويه. مع ما فيهاش الماء درت فيها شويه. هانتوما شفتوا 4 كاس وزدت شي شويه، يعني ما عذبتني شويه في الطحين، ولكن الحمد لله قضات الغرض. هانتوما هاد الوصفه عندي ديال العدس، عندي فايته دايراها، ولكن درتها بالبيض وبالعسل. راه عندي في القناه ديالي هذه ما ندير لها لا بيض ولا عسل. هذه ديال القرص غادي نصوب دابا غنضيف لها الليمون. عندي هنا معلقه ديال كربونات الصوديوم ديال الحلويات. راها مزيانه هاد الوصفه هذه، راه مزيانه، نديروا فيها كربونات الصوديوم زوينه. نضيفوا لها 3 المعالق ديال زيت الزيتون. وصفه بسيطه، مقادير ديالها موجودين في كل بيت. ضفت لها الملحه، نزيدوها شويه باش تجينا هي هذيك. دابا غنضيف لها الماء. 4 كاس ديال 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 الما
هنا عندي 80 غرام ديال زريعة الكتان، نقيتها ومسحتها وطحنتها. غادي نخلط هاد العناصر، نخلطهم بالسباتور. هاد الفيديو البنات بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم فائده. الله يحفظكم. كنشكر الاصدقاء ديالي داخل المغرب وخارج المغرب على التعليقات ديالكم الزوينه اللي كتفرحني دائما. شكرا لكم بزاف اصدقاء والصديقات، شكرا لكم. دابا غادي نديرو يدينا في الماء ودرنا كريسات هكا، كريسات يكونوا صغار ما يكونوش كبار. راه العجينه خفيفه يعني ماشي قاصحه هي هذيك. كنديرو يدينا في الماء وعاد كندير نكوروها، نديرو كورات هكا يكونوا الوسط، ما يكونوش كبار، يكونوا صغارين شويه. هاد الوصفه بسيطه والمقادير ديالها بساط وبسرعه كتوجد. الفران عندي سخون، عندي الفران ديال الغاز، واللي عنده الفران ديال الضوء على 180 درجه. كلها غادي نمشي معاها هكا. كي دايرين البنات مع هاد الصاد ومع هاد الجو سخان. عندي هنا البنات السمسم، سمسم ججلان. اللي عنده الججلان البيض يدير الججلان البيض، ولا الزرارع ولا البافو. انا اللي عندي موجود في الدار قضيت به، صوبت به. كنديرو يدينا في الماء وكنبركو عليهم شي شويه. كنضيفو لهم هكا الججلان من فوق منهم، السمسم وهذاك، تيجيو خفاف وهشاش وتيجيو رائعين. كل ما نمشي معاهم هكا على هذا الشكل، يكون قياس واحد. دابا غنضيفهم، ندخلهم الفران، نديرهم الجهه الفوقانيه شي 10 دقائق دغيا تيوجدوا. دابا الكماله ديال انا كنصوبها. متنساونيش البنات من لايك واللي تيرفع الفيديو. الله يطول لي عمركم. هانتوما الشكل النهائي ديالو كي تيجيو غزلان خفاف وهشاش ورائعين. باش ما بغيتو تعمروهم ديروهم فيهم الجبن، الفروماج، الفطور هكا مع كويز العصير مع زويدنات. انا صوبتهم في العشيه، صوبتهم خليتهم حتى الصباح باش فطرت بهم. راه وجبه صحيه وغزاله. ها هو الشكل النهائي ديالهم كي تيجي. تيجيو رائعين. لاول مره كيشوف مطبخ رزيل الفاسيه يفعل الجرس ودير لايك. فضل الله امرا. شكرا لكم، مع السلامه. فيديو ان شاء الله جديد ان شاء الله. مع السلامه.
تنساونيش من لايك وفعلوا الجرس. شكرا لكم.